عايزك تتخيل معايا إن ده مستوى مهاجمين النادي الأهلي، عندك هنا عمك مروان عثمان استلم حلو جدًا، ريّح بقى لحسين الشحات اللي ممكن يشوط من مرة واحدة ويسجل هدف، ولكن مروان عثمان هنا ما ريّحش لحسين الشحات بل عمل واحدة والتانية، طب الكورة خدمتك تاني ونزلت قدامك، شوط بقى، شوط هنا في الزاوية المفتوحة دي جون، جون رسمي زي ما ياسر إبراهيم عملها، بس عمك مروان هنا عمل إيه؟ عمك مروان هنا اتضرب غطس لوحده خالص من غير ما أي حد يلمسه والكرة قلشت وبقى شكله وحش جدًا على طريقة أمير سعيود، زي ما أنت شايف كده وقع في الأرض وطبعًا ما عرفش يتمالك أعصابه ويتمالك نفسه، وما فيش أعصاب الراجل يا عيني عشان هو لسه ولد صغير وخايف وإمكانياته على قده. طيب أنت تعرف إن الأهلي من أكتر الفرق اللي بتعمل عرضيات تقريبًا في كل المباريات، بس المهاجم بتاعك ما بيتحركش صح جوه منطقة الجزاء، تعالَ أوريك 2 منهم بس من كام العرضيات اللي اتلعب، في واحدة منهم الراجل برضه ما بيتحركش على القريبة، سلِّم نَفْسه دايمًا للمدافعين، تحرُّكاته كلّها غلط في غلط. تعالَ شوف دي كمان في الشوط التاني، الراجل هنا شوف بدل ما يتحرّك على القريبة ويقطع زي ما الكتاب بيقول زي كل المهاجمين اللي إحنا نعرفهم واتفرّجنا عليهم، لأ هو واقف وهي وسط الاتنين مساكين يالّا امسكوني أنا مش هاعمل حاجة، فالمساك بيطلع بمنتهى السهولة يطلّع الكورة وأكِن شيئًا لم يكن وأكِن ما فيش عرضية أصلًا اتلعبت ولا أي حاجة. امبارح سواء في الشوط الأول أو الشوط التاني عامل له مثلًا بتاع 30 عرضية، حاجة و30 عرضية، ولا عرضية فيهم المهاجم بتاعك اتحرك صح، سواء مروان عثمان، سواء محمد شريف، ولا واحدة فيهم المهاجم بتاعك اتحرك صح وراح للكورة، ولا واحدة فيهم المهاجم بتاعك لعبها بدماغه، يمكن الكورة الوحيدة اللي راحت لمروان واستلمها على صدره برضه اتعامل معاها بشكل سيء جدًا، جدًا، جدًا. من امتى دول كانوا مهاجمين النادي الاهلي؟ ده احنا كان عندنا فتره في احمد بلال واسامه حسني وعماد متعب وفلافيو وي في 8 مهاجمين في النادي الاهلي. لحد امتى؟ اقسم بالله احنا لو طلعنا ناشئ صغير عيل ورور كده من فريق الناشئين هيلعب عن اللعيبه دي. ايه اللي مصبر الاهلي على الاداره الفنيه دي وعلى بعض اللاعبين العاله اللي موجودين في الفريق لحد دلوقتي؟ مستوى فني سيء بغض النظر عن الظلم التحكيمي، والاهلي لازم يعيد ترتيب حساباته بقوه من اول موسم جديد. نفس الكورة مع نفس الحكم مع نفس الخصم، واحدة اتحسبت ضربة جزاء بعد ما الفار رجعه وواحدة ما اتحسبتش ضربة جزاء لما الفار رجعه. تفتكروا ايه الاختلاف؟ الاختلاف الوحيد هنا ان هنا الخصم كان فاركو انما هنا النادي الاهلي، فاي حاجة مع النادي الاهلي احنا ضدها، وده اللي محمود وفى عامله. القرار ده مش هيطلع بره 3 حاجات، يا اما هو زملكاوي متعصب، يا اما هو بيلعب مراهنات، يا اما هو واخد تعليمات انه يخسر الاهلي باي طريقه، حتى لو طريقه فجه وفضيحه زي اللي قدامك دي. وضربه جزاء مليون في الميه للاهلي امبارح ما اتحسبتش، حتى الزملكاويه المتعصبين اعترفوا بده. هل الاهلي هياخد قرار قوي على اللي حصل والمهزله التحكيميه دي ولا لا؟ شير في كل مكان وعرف اتحاد الكوره ولجنه الحكام بتوعهم ازاي بضميرين وازاي بذمتين وازاي بيحكموا حاجات هنا وما بيحكموش حاجات هنا، وده الدوري المصري ودول الحكام المصريين. متنساش طبعا المتابعه والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد وكل الفضايح التحكيميه اللي بتحصل ضد النادي الاهلي وتحليل وحاجات مميزه جدا هتلاقيها على الصفحه هنا.